ثم بعد ذلك انتقل إمامنا الجزري بعد أن استوعب الكلام على كلمة نعمة، ثم انتقل إلى كلمة ثانية وهي كلمة لعنة، فقال رحمه الله: عمران لعنة بها والنور. عمران لعنة بها والنور. ما معنى عمران لعنة بها والنور؟ قلنا عمران يتتعلق بكلمة نعمة، ثم قال رحمه الله لعنة بها. هنا عمل الجزري كما عمل منذ قليل لما قال هود كاف البقرة نعمتها فاستعمل الضمير. هنا أيضا بعد أن قال عمران قال لعنة بها، أي بسورة آل عمران كلمة لعنة. والموضع الثاني سورة النور. لاحظوا في السطر الثاني من اللوحة جاءت لعنة في آل عمران في موضعين، الآية 61 و 87. من المبسوط منهما؟ الموضع الأول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقوله رحمه الله لعنة بها لا يكفي الحقيقة، كان عليه أن يقيدها بالموضع الأول من آل عمران. لذلك نرى في السطر الأخير من اللوحة والمبسوط منهما هو الموضع الأول، فكان على الناظم تقييده به ليخرج الثاني. هذا كان على الجزري أن يقيده به.